بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة وعنوان جديد بشأن برنامج رسالة سلام. هذا اليوم سنتحدث تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الدواب، فإن رسالته عليه الصلاة والسلام جاءت رحمة للعالمين، ومن العالمين الإنس والجن والدواب والجمادات كلها جاء إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الصحيح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمكارم الأخلاق تكون مع الإنس والجن والدواب والجمادات، حتى الجمادات. فمثلا بالنسبة للجمادات، تعامل الإنس مع الأنظمة والقوانين لسلامته، مثلا قوانين المرور وقوانين الطيران وقوانين الأنظمة التي تكفل له السلامة، مما تعارف عليه الناس، واحترام الجمادات التي تؤدي إلى هذه السلامة، هذا يعتبر من إعمار الأرض، والضرر بها يعتبر من إفساد في الأرض. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إن سير الإنسان في الشوارع العامة ورميه للقمائم أكرمكم الله يعتبر إفساد في الأرض، وإن محافظته على النظافة واحترام لأدوات البراميل التي تحفظ القمائم هذا يعتبر إعمار للأرض. وهكذا جاء الإسلام لهذه المعاني السامية الكبيرة التي فعلا تأمن للإنسان الحياة الكريمة. بعد ذلك إن شاء أسلم ودخل في الإيمان، وإن شاء استمر في كفره والعقوبة عند الله. ولكن بالنسبة لنشر السلام ونشر وسائل السلام أيضا والمحافظة عليها يعتبر مما أمر به الدين ومن الأخلاق العالية التي تندرج تحت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. دعونا الآن نشاهد كيف كانت مكارمه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه مع الدواب. الدواب خلق من خلق الله تبارك وتعالى، خلقها الله عز وجل لنا وسخرها لنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا التي تبين أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا كثيرا من الحيوانات من أجل خدمتنا، وبالذات بهيمة الأنعام، ما يسمى ببهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم بأشكالها وأنواعها وأحجامها، هذه كلها خلقها الله عز وجل لنا من أجل أن نأكل منها، ومن أجل أن نركب، ومن أجل أن نتزين، ومن أجل أن نمرح ونسرح عليها. إذن فهي نعم من نعم الله تبارك وتعالى. هذه النعم دعونا نشاهد كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الدواب، وما هي رسالته التي نحن نستشف منها رسالة سلام. في البداية كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه الدواب ويستخدمها ويستعملها، ومن ذلك مثلا الخيل والبغال.
والحمير كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها ويستخدمها عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم: فمن الخيل السكب، قيل وهو أول فرس ملكه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نوع من أنواع الخيل، من أنواع الخيول التي كان يحبها النبي عليه الصلاة والسلام، يسمى السكب. نعم. وكذلك المرتجز، وكان أشهب، وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. ومن الخيل أيضا اللحيف واللزاز والضرب وسبحة والورد. هذه أسماء خيول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هذه أيضا يعني سنته وهديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسميها، كان صلى الله عليه وسلم يسمي هذه الخيول والبغال. نعم. هذه الخيول السبعة جمعها الإمام الشافعي رحمه الله في قوله: والخيل سكب لحيف سبحة ضرب لزاز مرتجز ورد لها أسرار. جمعها الإمام الشافعي في هذه الألم. هذه الأمة هكذا تحترم نبيها وتحتفي به، هذا هو الاحتفاء به. حتى خيوله ودوابه سجلت لنا وعملوا عليها هكذا أيضا الأشعار والنظم احتراما وتقديرا بهذا النبي الكريم. والله أنا أتعجب كيف الناس تحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم يوما واحدا في السنة فقط، ويقولون نحن نجتمع ومن أجل أن نذكر سيرته ونتذاكر. النبي الكريم ينبغي أن يذكر صباحا ومساء، ولذلك ربنا عز وجل رفع شأنه فجعل ذكره مع الأذان 5 مرات في اليوم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. في كل أنحاء العالم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ويحتفى به. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رفع الذكر لم يكن في السنة مرة واحدة يا ناس، أفيقوا. رفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي كل حين وفي كل 5 مرات. بل أنت صلاتك التي تصلي بها لو لم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لبطلت صلاتك، بطلت صلاتك. وركن من أركان الصلاة النهائية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية واجبة في الصلاة، لا تجوز الصلاة بدونها. أوجبها الله عز وجل لنبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم احتراما وتقديرا واحتفاء. فنحن نحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونذكره صباحا ومساء في 5 صلوات على أقل تقدير. إذن هذا هو الاحتفال والاحتفاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو كثرة ذكر الله تبارك وتعالى وكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته. حينما نعمل بسنة النبي عليه السلام في بيوتنا وهذا الاحتفاء. نعم. الموضوع ليس موضوع المولد النبوي، إنما هو موضوع رسالة، لكن الحديث الشيء بالشيء يذكر. وكان عليه الصلاة والسلام لديه بغلة تسمى فضة، وكان لديه أيضا بغل يسمى دلدل. البغل يسمى دلدل، وبغلة أخرى تسمى فضة، وبغلة أخرى تسمى شهباء أهداها له صاحب أيلة. وكان أيضا من الحمير لديه عفير، كان صلى الله عليه وسلم لديه حمار اسمه عفير، وكان أشهب أهداه له المقوقس ملك القبط.
وهذا يدلك على سماحة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتواضعه عليه الصلاة والسلام. يركب حمارا. من من الملوك من يركب الحمار؟ حتى قديما كانوا يركبون الخيول، نعم، يركبون البغال، نعم، أما الحمير لا. لكن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ركب الخيول وركب البغال وركب أيضا الجمال والإبل وركب الحمير صلى الله عليه وسلم، وأردف معه بعض من أقاربه عليه الصلاة والسلام. سلام من قلوبنا لهذا النبي الكريم المتواضع صاحب الأخلاق العظيمة صلى الله عليه وآله وسلم. وكان لديه من الإبل القصواء، وقيل هي التي هاجرت به ودخلت إلى المدينة المنورة. القصواء ناقة نقلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتشرفت بذلك من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. كان الصحابة حينما دخلوا على المدينة كل منهم يريد أن يمسك بزمامها فيستضيف ويشرف باستضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لهم والله، جزاهم الله خيرا، رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف كانوا فعلا يتمنون أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا عندهم. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا عندك في البيت، يا سلام! تخيل هذه النعمة الكبيرة، أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام ضيفا عندك في البيت. يعني تسابق لهذا الأمر الصحابة كلهم، ولكن التوفيق بيد الله. حينما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزلك لا يمكن أن يأتي هكذا جزافا، إنما يتطلب ذلك توفيق من الله وإلهام منه سبحانه وتعالى. فترك الناقة تسير وقال دعوها فإنها مأمورة. من الذي أمرها؟ الله جل جلاله. فكانت هذه الناقة تسير حتى وصلت إلى بقعة معينة محددة حددها الله عز وجل لهذه الناقة التي هي مأمورة من عند الله. والله عز وجل هو الذي خلق الكون كله، ويعرف سبحانه وتعالى بقاع الأرض، ويعرف كل جزء من جزئيات هذه الكرة الأرضية. فبركة الناقة. حينما بركت الناقة انشغل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام يتحدثون عن هذه الأرض لمن ومن الذي سيبنيها وكيف نبنيها. في أثناء هذا العمل سارع أبو أيوب الأنصاري إلى رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى الشنط والبضائع التي كانت محملة على الناقة. ذهب وأخذها رضي الله عنه وأرضاه ووضعها في بيته. لما انتهى النبي عليه السلام من الحديث قال أين رحلي؟ قالوا رحلك يا رسول الله. أخذه أبو أيوب الأنصاري. فقال النبي عليه السلام حين ذلك المرء مع رحله. يا سلام! وفاز بهذه المنقبة العظيمة وبهذا الشرف الكبير، وما زلنا نتحدث عنه والناس تتحدث عنه إلى هذه اللحظة 1400 سنة، لا 1443 سنة، يعني نصف قرن. وين توديه كل هذه السنوات والناس تتحدث عن هذه القصص وتترضى عن أبي أيوب الأنصاري، وما عند الله من الأجر والثواب لاحترامه لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولتقديره له، وأنه أصر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد في الدور الثاني ويبقى هو في الدور الأرضي، وأصر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون في الدور الأرضي. وهكذا كان يتحرج أبو أيوب الأنصاري ويبتعد رضي الله عنه وأرضاه عن أن يجول في الساحة إكراما لرسول الله. هذا هو الحب الحقيقي. بالله هؤلاء الذين يحترمون رسول الله صلى الله عليه وسلم أيفوتهم أن يحتفلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام سنة والسنة مرة واحدة؟ هذا هو عمل الصحابة رضوان الله عليهم. انظروا يا مشايخنا وأساتذتنا الذين تبيحون احتفال بالمولد النبوي، انظروا كيف الصحابة يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتحرج أبو أيوب الأنصاري أن يدور ويتمشى في الدور الثاني احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام وتقديرا له. هل رأيتم يعني احتفاء واحتراما وتقديرا
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من هذا؟ لا تجد. لذلك ما زلنا لم نعرف مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما زلنا، والله عز وجل عاتبنا قال أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. لا بد أن نعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي مكانته. إن النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو مجرد رسول أرسله الله، بل هو عبد الله ورسوله وخليله. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مرتبة الخلة هو الأول، في مرتبة العبادة والعباد هو الأول، له المقام المحمود. أفضل ما نقدم به من مشاعرنا لنبينا عليه الصلاة والسلام هو أن نعمل بسنته وننشر سنته وندافع عن هذه السنة النبوية الكريمة وننشرها في أنحاء العالم ونموت في سبيل ذلك. هكذا يكون الاحتفاء بنبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والله لو كان الأمر بيدي لأوجبت تعلم السيرة النبوية في البيوت لا في المدارس فحسب. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تدرس في المدارس الإسلامية حصة واحدة في الأسبوع، والواجب على المسلمين وعلى الأمة أن يدرسوا سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام كل يوم. 5 حصص ينبغي أن تكون، أو على الأقل في اليوم حصة واحدة على الأقل، أو في الأسبوع 3 حصص. أما أن تبقى هكذا السيرة النبوية تكون في الأسبوع مرة واحدة، وتكون في آخر حصة في يوم الخميس أو في يوم الأربعاء، هل هذا احترام للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو التعزير الذي أمرنا الله عز وجل أن نعزر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونوقره ونحترمه؟ والله الحقيقة الأمة حتى علماء يحتاجون أن يعيدوا ويراجعوا يعني اهتماماتهم. إن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمر آخر، حتى السيرة النبوية المكتوبة في المناهج مشاهدي الأكارم هي عبارة عن مولده وعن حياته مع زوجاته، ثم كذلك عن تاريخ ما بعد البعثة، ثم الدخول في الغزوات، وتنتهي السيرة النبوية هكذا فقط ملخصة بهذه الطريقة، في حين أن كل قول وكل فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر سيرة ويعتبر كنز من الكنوز يجب علينا أن نتعلمه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام علم الأمة العقيدة من خلال مشيه في الأسواق، وعلم الأمة الفقه من خلال نزوله في الميدان، حينما يضع يده عليه الصلاة والسلام في الطعام المبلل يقول صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل: ما هذا؟ قال: أصابته الماء. قال: أفلا أظهرته للناس؟ من غشنا فليس منا. تعليم وتربية لهذا الصحابي الكريم. هكذا وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فكان عليه الصلاة والسلام مدرسة، علمونا السيرة النبوية ما قبل البعثة، بعض المعلومات عن مكة والجاهلية الجهلاء، ثم بعد ذلك مولده، ثم رضاعه، ثم حادثة الشق، ثم كذا ثم كذا، ثم الغزوات 28 غزوة، صلى الله وبارك. لا، النبي عليه الصلاة والسلام مدرسة، ينبغي علينا أن نتعلم متى تنزلت الصور. أليس هذا القرآن نزل منجما في 23 سنة؟ المفروض تكون السيرة النبوية تعلم أيضا في 23 جزءا، بحيث كل جزء سنة كاملة فيه الأحاديث، فيه الآيات، فيه القصص التي وردت والتربية، كل القصص التي حدثت في هذه السنة يجب أن تدرب وتعلم هكذا. فيتعلم الجيل نبينا عن سيرة النبي عليه السلام ومكانته وفصاحته وهيبته ونوره وجماله وشجاعته وقوته بجسده. يتعلم النشء حتى يعرف أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام قدوة صالحة عليه الصلاة والسلام، بدل أن يعجب بممثل أو بلاعب أو بكذا. هكذا لدينا من القصص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجعل الإنسان يفخر برسول الله صلى الله عليه وسلم. جسدا كان، جمالا، فصاحة، شجاعة، قوة، إقدام، في كل ذلك لدينا الحمد لله النبي كمله الله عز وجل
لذلك والله يجب على الأمة الإسلامية أن تستيقظ في التعريف بنبينا عليه الصلاة والسلام بما يليق به، بما يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن تكون مجرد كتب وتوزع. اليوم كما تشاهدون هو عصر المشاهدة، عصر الأفلام، عصر الفيديوهات، عصر المشاهدة الحقيقية التي تجمع لك بين صحة المعلومة ومتعة المشاهدة. هناك الحقيقة طرق كثيرة، لو جلس أهل العلم والفضل وجلس أهل التقنية أيضا وفكروا في كيفية إيصال هذه المعلومات البشرية. لدينا يا جماعة مليارات من البشر لم يسلموا بعد ولم يعرفوا المعرفة الحقيقية بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما عرفوا نبيهم. يعني بعث النبي عليه الصلاة والسلام للجميع، للصين واليابان وغيرهم، ملايين من البشر من الصين لم يتعرفوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ملايين من البشر في اليابان لم يتعرفوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أوروبا وغيرها، أو تعرفوا عليه ولكن بتصوير بطريقة مشوهة. من المسؤول عن هذا يا جماعة؟ من المسؤول عن عدم التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم التعريف الصحيح؟ ثم أيضا ليس مجرد أنك تترجم لهم باللغة الصينية أو باللغة اليابانية، لا، يجب عليك أن تعرض عليهم بما هم يفهمونه. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي تسهل لك عملية، فهل كان لهذه الأمة الجهد في بيان سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والتعريف به كما ينبغي؟ أين استخدام التقنية في أعلى صورها للتعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا لا أنادي اليوم بمخالفة الشرع، حاشا وكلا، لابد أن ننضبط بما أمر الله عز وجل به وأن نكون على طاعته سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت أيضا لا تزال الأمة بعيدة. نعم هناك مواقع في الإنترنت بتعريف النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه لا تكفي. أين تلك التي تجذب العقول وتجذب النفوس وتشدهم؟ نحتاج يا جماعة، الأمة فيها حقيقة من العقول النيرة، نحتاج أن نقرأ سيرته العطرة بطريقة أخرى، لا بالطريقة المعتادة التي عشنا عليها طوال 50 سنة. نحتاج أن نقرأ السيرة من خلال طرق أخرى، نحتاج أن نفرغ هذه السيرة بأقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله عليه الصلاة والسلام، نفرغها تفريغا بأساليب تقنية جديدة، بحيث أن الشخص يتعرف وكأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث من جديد، وكأنه بعث من جديد صلى الله عليه وسلم. هذا الله عز وجل سبحانه وتعالى قد حفظ لنا سيرته العطرة، سيرة عبده ورسوله محمد محفوظة، لم تخفى علينا ولا خافية واحدة، لا عن شخصه ولا عن خلقه ولا عن خلقه عليه الصلاة والسلام. إذن الحجة قائمة. مشاهدي الأكارم، ما الذي جعلنا ندخل في هذا؟ حتى نبين هذه الأخلاق الفاضلة، وأننا حقيقة لم نتعرف على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ينبغي. إذن كانت هذه بعض أسماء الحيوانات التي كان يركبها صلى الله عليه وسلم من البغال والحمير، ووقفنا عند القصواء التي نقلت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. وكان صلى الله عليه وسلم يمتلك 100 شاة، وكان لا يحب عليه الصلاة والسلام أن تزيد على ذلك، فإذا ولدت ذبح مكانها شاة. إذا ولدت هذه الشياه ذبح مكانها شاة وأبقاها على 100 شاة صلوات ربي وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام شهادي الأكارم يحب الخيل ويكرمها، وكان يقول عن معقل بن يسار قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل، ثم قال: اللهم غفرا بل النساء. ومحبته صلى الله عليه وسلم للنساء هي محبة طبيعية كما لا يخفى على شريف علمكم، ولكن كان يحب الخيل. وتعلمون مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل،
لما في ركوب الخيل من الفروسية ومن الرجولة والقوة، بدل أن يعيش أولادنا على البلاي ستيشن وعلى القنوات الهابطة، وفي النهاية لا تجد حقيقة من الشباب من يواجه الكفر الصاعد ومن يواجه هذا البلاء مع الأسف الشديد. ونحتاج أن نربي أبناءنا على القوة. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بأصبعه وهو يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. الخيل معقود يعني معناه ملوي مضفور فيها، والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة. فالحديث عموما يعني رايته معروفة، والمقصود به أن البشرية وخصوصا المسلمين يعتنون بالخيول لأنهم سيحتاجونها في مجال القتال في سبيل الله تبارك وتعالى، ففيها الخير وفيها الغنيمة والأجر كما نص ذلك نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يكره الشكال من الخيل. ما هي الشكال؟ قالوا الشكال الذي يكون في يده اليمنى في رجله اليمنى بياض، وفي يده اليسرى بياض، أو في رجله اليسرى بياض، في يده اليمنى بياض. هذا الشكل من الخيول كان لا يحبها عليه الصلاة والسلام، ربما لشكلها ولهذا اللون الغريب الذي بيدها ورجلها، أو لأنه قد جربها فلم يجدها ممتعة قوية في مجال الخيل. ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم ورسالته العظيمة أنه كان يرفق أو يكون رفيقا عليه الصلاة والسلام وحنونا بالهرة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع لها الإناء، يضع لها الإناء فتشرب، يعني الهرة، ثم يتوضأ بفضلها، يعني ببقائها. بعد أن تشرب الهرة يشرب النبي عليه الصلاة والسلام الماء المتبقي، يتوضأ بالماء المتبقي الذي هي شربت منه. إذن ما يسمى بالسؤر الهرة طاهر بدليل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. نعم. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. هذا حديث عائشة برواية أخرى أخرجه الإمام أبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى ورحمة الله على الجميع. ومما يدل أيضا على طهرها ما حدث من قصة كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت عند أبي قتادة، أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قص لها قصة وما حدث بينه وبين الهرة، ثم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. ومن أخلاقه العطرة الطيبة صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ينهى عن تحميل الحيوان فوق طاقته وإجاعته وإيذائه. فعن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات مرة أو ذات يوم، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه. تخيلوا يا جماعة، هذا جمل أول ما رأى النبي عليه السلام في حديقة في بستان دخلها النبي عليه الصلاة والسلام وفيها جمل، فأول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه وبكى. ثم ماذا؟ فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام فمسح ذفراه فسكت. الذفراه يعني من الرأس إلى الرقبة،
مسح النبي عليه الصلاة والسلام هذا. شوفوا حنان النبي عليه الصلاة والسلام مع الحيوان. انظروا إلى هذه العاطفة وإلى هذه الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ألم يكن هذا واجب علينا أن نعلمه أبناءنا ونعلمه البشرية ونرسله لجميع أنحاء العالم الذين يسيئون لنبيهم الذي أرسل إليهم فيصورون التصاوير السيئة لهذا النبي الكريم؟ هذه أخلاقه. انظروا إلى تعامله مع هذا الجمل. لما دخل الجمل عرفه، ولكن نحن ما عرفنا النبي عليه الصلاة والسلام. الجمال والحمير والبغال بل حتى الأحجار تعرف مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن البشرية لم تكن تعرف مقامه. قبل البعثة كان حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، حجر إذا مر به النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه: السلام عليك يا رسول الله. الله أكبر. حجر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعجب كيف حجر يسلم عليه. كان هذه إرهاصات. لم يكن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو رسول الله، لم يكن يعلم. يعني أخبر عليه الصلاة والسلام في 40 سنة أنه هو النبي، ولكنه لم يكن يعلم قبل ذلك صلى الله عليه وسلم. 40 سنة مضاها في مكة لم يكن يعلم. انظروا. ولكن هذه الجمادات كان عندها علم أن هذا الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كانوا يحترمونه ويوقرونه. أما البشرية هكذا تعاملها. انظروا كيف يسيئون لنبيهم، فيا ويلهم من الله في الدنيا قبل الآخرة. وأنتم رأيتم كيف أحرق الله هذا الخبيث السويدي، كيف أحرقه وهو يصرخ ويحترق ويتألم في داخل سيارته. جمل يبكي لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ويحن، كأنه وجد ولي الأمر الحنون الذي إذا اشتكى إليه سيدافع عنه وسوف يعطيه حقه، ولذلك بكى. نعم. فمسح النبي عليه الصلاة والسلام ذفراه فسكت، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه يعني أنك تحمله فوق طاقته وأنك تجيعه. انظروا كيف النبي عليه الصلاة والسلام يدافع عن هذا الجمل ويعتب هذا الأنصاري ويؤدبه ويعلمه كيف يتعامل مع البهائم. وعن سهل بن حنظلة رضي الله تعالى عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. هذا جمل رآه النبي عليه الصلاة والسلام هيكل عظمي جائع جدا، التصق ظهره ببطنه، معناته جدا نحيف. كيف يلتصق الظهر بالبطن؟ معناته ليس بينه لا لحم ولا طعام ولا شحم، انتهى هيكل عظمي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. اركبوها حينما تكون صالحة للركوب، وكلوها حينما تكون صالحة للأكل. هكذا يعطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسائل عظيمة في التعامل مع الحيوان والبهائم. ومن العجب العجاب أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق فرب مركوبة خير من راكبها هي أكثر ذكرا لله تعالى منه. انظروا أيضا هنا يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين أن
يستخدموها في غير ما خلقت له هذه البهائم. نعم. وذكر عليه الصلاة والسلام ربما تكون هذه البهائم خير من الذي ركبها، فهي تسبح الله تعالى وتعظم وتقدره، كما قال تعالى: وإن من شيء في الأرض إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فنحن ربما نسمع التسبيح ولكن لا نفقه ولا نفهم كيف تسبح البهائم، فربما هذا الذي ركب هذه يعني البهيمة بغير حق واستخدمها بغير حق تسبح الله وتهلله وهو لا يسبح الله ولا يهلله، فهي خير منه إذن. هذه الأحاديث وفي معناها توجيه نبوي كريم أن نعتني بالحيوان. نحن الاعتناء بالحيوان لم نتعلمه من الغرب. الغرب يعتني بالكلاب ويعتني بالحيوانات الأخرى ويعطيها ربما حقها، نحن سبقناهم في ذلك. هذا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يعلمنا، وهذا الإسلام يعلمنا كيف نحترم هذه الحيوانات ونقدرها ونحن عليها ونعطف عليها ونستخدمها فيما خلقت من أجله ولا نكلفها ما لا تطيق. معاني سامية، رسائل عظيمة. هكذا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجتكم. نعم. وهذا النهي عن اتخاذ البهائم كراسي يجلسون عليها أو يتكلمون من فوقها. وهكذا أمر النبي عليه السلام الرفق أيضا بالحيوان في سيره وفي أكله، فقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض. إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها من الخصب، حقها من الأرض. وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير. وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. ما معنى هذا الحديث؟ معناه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سافرتم في الخصب، يعني الأرض تكون مزروعة وفيها مياه وفيها أنهار وفيها زرع وفيها خير، يقول يعني سافروا وفي نفس الوقت أعطوا فرصة لهذه الإبل ترعى فتشرب من الماء وتأكل من الزرع. نعم. وإذا سافرتم في السنة يعني سنة الجدباء التي ليس فيها لا زرع ولا ماء والوضع صعب، في هذه الحالة أسرعوا بالسير، فإن الجمل عنده يعني مخزون لفترة محددة، فقبل أن ينتهي هذا المخزون أسرعوا به حتى يصل إلى مكان الخصب فيملأ مخزونه. انظروا إلى هذه التفاصيل الدقيقة وهو يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أمته. ثم قال: وإذا عرستم، يعني بمعنى أنكم استرحتم بالليل فاجتنبوا الطريق، يعني في الليل لا تسيروا، فإن السير في الليل هو مأوى الهوام، مأوى الهوام بالليل. الهوام هي الدواب التي لا تأتي إلا في الليل، فأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نترك الليل لهم وننام ونرتاح. وهذا أيضا احتراما وتقديرا للهوام، كما استمعتم في الحلقة الماضية احترام النبي عليه السلام لطعام الجن، فنهانا عن أكل العظم واستخدام الروث في غير محله، فقال: دعوها فإنها طعام إخوانكم من الجن. كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عذب الحيوان بغير عذر فإن مصيره إلى النار. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار
لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. رأيتم هذه الهرة، هذه المرأة حبست هرة، لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من رزق الله تبارك وتعالى الواسع، فكان مصيرها إلى النار. فكيف بمن يسجن العلماء والأبرياء ويسجن المشايخ والدعاة والمظلومين ظلما وعدوانا؟ ماذا سيكون مصيره؟ إذا كان هذا الدين العظيم يخبرنا بأن امرأة عذبت في النار بسبب هرة. انظروا إلى احترام البشرية وإلى احترام المخلوقات بجميعها، ومنها هذه الهرة تحترم وتقدر لأنها حيوان ونفس خلقها الله تبارك وتعالى، ولذلك حرم الله عز وجل الظلم بجميع صوره وأشكاله. هذا هو ديننا، هذه رسائلنا. لا نحتاج أن نتعلم من الغرب كيف نتعامل مع الحيوان ونرفق به، لا نحتاج. قد علمنا نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنا أجزم أن الغرب ما أخذوا احترام الحيوان إلا من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكنهم مع الأسف ما يتوافق مع أهوائهم يأخذونه، وما لا يتوافق مع أهوائهم يعرضون عنه، فيا ويلهم من الله. وكذلك في المقابل أيضا رجل دخل الجنة بحسن تعامله مع الحيوان. ماذا حدث؟ انظروا، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، يأكل الثرى من العطش. فقال أي الرجل، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب حتى أرواه، فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. الله أكبر، في كل كبد رطبة أجر، يعني في كل مخلوق رطب خلقه الله عز وجل وفيه روح، فإنك إذا أطعمته لك أجر. انظروا، المغفرة ليست هينة. نجا هذا الرجل بسبب عمل بسيط قام به لهذا الحيوان. أرأيتم دين الإسلام؟ هذا هو دين الإسلام. بسبب عمل بسيط أنت قد تنجو من النار. مجرد أنه سقى هذا الكلب، وتلك المرأة التي أيضا أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بنفس هذا الموقف، سقت كلبا وكانت تلك عاهرة، كانت عاهرة، يعني عندها من الذنوب والكبائر ما يهلكها، نسأل الله العافية والسلامة، لكن سقت كلبا فغفر الله لها، فشكر الله لها وغفر لها. ليس فقط مجرد مغفرة، بل إن الله عز وجل يشكر عباده على هذا العمل العظيم. هذا هو ديننا، هذا هو ديننا، هذه رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام. من عذب الحيوان إلى النار، ومن أكرم الحيوان فإلى الجنة. يعني بعد هذا فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ انظروا إلى هذا الدين العظيم وإلى هذه الرسائل الكبيرة، هي رسالة سلام. ديننا جاء لينشر السلام لكل المخلوقات، حتى الحيوانات تعرف أن دين الإسلام دين سلام وأمن، ولكن نحن المسلمين لم نعمل به كما ينبغي وخالفنا، ولذلك أصبحنا لسنا أهل أن نقود هذه البشرية، فسلط الله عز وجل علينا الأعداء. ما هو الحل؟ العودة إلى ديننا والعودة إلى هذه الرسائل العظيمة، حتى فعلا بعد ذلك إذا عملنا بها سترون كيف سيكون مكاننا في هذه الأمة. مشاهدي الأكارم، بقي حديث كثير ومواقف كبيرة لنبينا الكريم عليه السلام مع الحيوانات والبهائم، سنرجئه إلى الحلقة القادمة، ثم بعد ذلك نكون قد انتهينا من الرسائل التي تتعلق بالبشرية والجن والحيوان.
ونكون انتهينا من هذا. سوف ننتقل بعد ذلك إلى تعامله صلى الله عليه وسلم مع نفسه كيف كان. حتى إلى ذلك الوقت أترككم في حفظ الله ورعايته، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا محبة نبينا عليه الصلاة والسلام بحق، وأن تكون المحبة والاحتفال به دائما في حياتنا وفي كل لحظات مشينا وأكلنا وشربنا وحديثنا مع الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.